عملنا الايه الايس كريم الرائع ده بالطريقه دي ازاي؟ ندخل مع بعض على الفيديو ونشوف عملنا ايه. هنحط 3 معالق نشا. تمام. نحط عليهم كوبايتين. ادي كوبايه، اي لبن عندك. ادي كوبايه، ادي 2، تالت كوبايه. تمام. هنحط كمان معاهم 3 معالق سكر. ادي 1، ادي 2، ادي 3. تمام كده. هنقلب ده كله مع بعضه ونبدا نرفعه على النار. يبقى حطينا 3 كوبايات لبن، وعليهم 3 معالق سكر، وعليهم 3 حاجات تبقى كلها سهله اهي، و3 معالق نشا. هنقلبهم كويس جدا، وبعدين نبدا نحطهم بقى على النار. هحطهم هنا في الحله مع نفسهم بقى. احطهم واقلبهم واستمر في التقليب لحد ما تماسكوا. تمام يا حبايبي كده خلاص تماسكت اهي. هحطها في التلاجة بقى لحد ما تبرد. تمام. ونبدا بقى نكمل عمل الجيلاتي بتاعنا. تمام يا حبايبي. جهزت العجان، حطيت فيه اهوت لبن متلج. احط كوبايتين تلج اهمت، الباقي متلج قوي. هفتح العلبه، احطهم فيه. تمام. واوريهولكم. والكوبايه الثانيه يا حبايبي متلجه اهي. تمام. هنبدا بقى نحط عليها جبت كيسين اللي هو الكريم شانتيه، ونبدا بقى افتحه. ادي اول كيس. يبقى حطينا كوبايتين لبن مع كيسين من دريم كريم شانتيه، ومش غالي قوي الكيس، مش عارفه ب 10 جنيه ولا بكام. شوفي انت بتجيبي كوبايه الجيلاتي بكام او الايس كريم اهو. هيطلع لنا كميه حلوه وموفره. هنحط عليهم 3 معالق سكر بودر. تمام يا حبايبي. حطي بس عليهم معلقتين اهو سكر بودر، بس كده كفايه. وهبدا لازم يكون اللبن التالج يعني مساقع، ويكون كمان اهو كله ده. وهنضربه مع بعضه. هنزل بقى العجان بتاعي او المضرب السلك. عندك مضرب سلك اشتغل بيه كده. هبدا اضربه في العجان، بس اغطيه الاول. تمام كده. هبدا اشغل يا حبايبي كده العجان او المضرب السلك بتاعي. تمام. احط الاول الفيشه شايلاها، هحطها اهيت. وهبدا اشغل الاول على سرعه بطيئه، وبعد كده نشغله على السرعه العاليه بالراحه كده تدريجيا لحد ما يصبح طبعا كريمي. وتحسي اللي هو ملا عندك في قلب المضرب السلك، او في قلب اللي هي بتاعت طبق العجان ده، يتحول كريم شانتيه ده متماسك وكويس. انا في الوقت ده مجهزه عندي بقى هو الحاجات اللي هشكل فيها. مجهزه المانجا، ومشكله عندي هحط عندي برضو دريم. عندي دريم اهو برضو بالمانجا عشان يكون اللون الحلو. وعندي برضو فراوله، هستعمل برضو الفراوله دي برضو عشان اشكل التشكيله بتاعتي بتاعت الجيلاتي او الايس كريم. تمام كده. استنى لما بس يا حبايبي بقت عامله ازاي اهي. لازم يديكي اهي. لازم يديكي كده لما تطلعيه، يديكي القوام ده زي عرف الديك كده، تحس ان هو بقى متماسك. تمام كده يا حبايبي. كده خلصنا اهو الكريم شانتيه. هديله كمان لفه وابدا نشكل بقى بيه اهو. كده بقى متماسك ازاي. كده هنبدا بقى نضيف له بقى الاضافات بتاعتنا مع مع الكريم شانتيه اللي احنا عملناه. تمام يا حبايبي. هضيف انا عامله
عملت اللي هي الكريمه باللبن بالنشا، هبدا اضيفها للكريم شانتيه. هوريه لكم، اجيب الكريمه اللي هي هحطها في التلاجة لمده ساعتين، وهبدا اضيفها للكريم شانتيه. حبايبي اهو، اللي هو احنا عملناها اللي هي يعتبر المهلبيه او النشا بتاعنا، وهضيفه بقى للكريم شانتيه. تمام يا حبايبي كده، وهنضربه مع بعضه اهو. هنضيفها للكريم شانتيه، ولازم تكون متلجه وساقعه. تمام كده عشان ما تبوظش الكريم شانتيه بتاعنا. فانا هضربها قدامكم اهو كده. انا ضفتها، وهبدا انزل بقى السكينه بتاعتي او السلك بتاعي، المضرب السلك بتاعي اهو، وهبدا اضربه تاني في تمام يا حبايبي كده اهو. نضربهم بقى مع بعضهم كده، وبعد كده نبدا نشكلها. تمام كده. هقفل عشان الصوت بس. كده بعد ما خلصنا بقى خفق الكريمه مع اللي هو المهلبيه اللي احنا عملناها باللبن والنشا، هنبدا بقى ان شاء رب العالمين نعبي بقى في العلب زي ما انتم شايفين. هنبدا يا حبايبي بقى نعبي بقيه العلب. انا عملت واحده بس بالكريمه البيضاء اللي هي الفانيليا. تمام كده. وبعد كده هعبي واحده اللي هقطع فيها قطع المانجا واعملها معاها. وبعد كده هنعمل عندي برضو فراوله. اي حاجه متوفره عندك في البيت تعمليها انت زي ما انت حابه. اي حاجه عندك ممكن تعملي بيها جيلاتي. تمام. هنخلص كده بقى تعبيه العلب وبعد كده اوريه لكم. كده حطيت المانجا. تمام كده يا حبايبي، وهسيبهم بقى مع بعضهم كده يشوفوا مع بعض. هضربهم بس شويه، وبعد كده اوريهم لكم لما اخد في العلب. كده حبايبي عملنا كمان صوص المانجا اهو. تمام كده. اوريكم شكله اهوت كمان. حطيت عليه اهوت. نطلعه الاول، نخليه بس يصفي اللي فيه. هحطه بقى في العلبه دي. انا مجهزه علبه اهو، علبه برضو ايس كريم او اي علبه عندك انت حابه تحطي تعبي فيها. انا كان عندي العلبه دي. هو يعتبر كيسين اللي هو الدريم وشويه اللبن، كيلو اللبن. تمام. شوف عملنا منه علب قد ايه. بصي بتاع العلبه اللي هي ميكستيلا قد ايه. شوف احنا بنجيبها دي، انا كنت جايباها من زمان بتاعي كام شهر، كنت جايباها بحاجه و30 جنيه. شوف البال كمان العلبه اللي جنبها الزرقاء اللي هو بتاعت اللي هو ايس كريم الفانيليا وغير ايس كريم الفراوله، العلبه قد ايه. 3 علب كمان معانا كوبايتين صغيرين. شوف بيجيبوا الكوبايه بس سعرها كام؟ ب 8 جنيه الكوبايه الصغيره دي. يعني بكيسين بس صغيرين اللي هو بتاع كريم شانتيه وبكيلو لبن. عملنا كميه بسم الله ما شاء الله عليها، يعني تكفي عيله وزياده، وبتاكلي كميه مش بتاكلي كمان كوبايات صغيره. عملنا منها الكميه اللي قدامكم دي بسم الله ما شاء الله. يعني اكلت العيله وفاض لي تاني يوم كمان، وبطريقه جميله وسهله جدا. ان شاء الله تجربوا اللي وصل معانا بالفيديو لحد هنا. ما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناه الناس الجداد اللي بتخش لنا، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم منك كل جديد. وطبعا ما تنسوناش يا جماعه من اللايكات يا حبايبي. طبعا اللايكات هي اللي بترفع الفيديو عشان يوصل لعدد كبير، ويشوفوا قناه تيتا روكا. تمام يا حبايبي. فربنا يكرمكم ويجازيكم عنا كل خير. كده خلاص بقى قلبنا الصوص. طبعا لو عايز تعزيز اللون تدي لون اصفر قوي اللي يبقى باين ده، يعني مش كل ده الوان صناعيه. لو حابه، بس انا حابه اللي هي الالوان الطبيعيه دي. يعني حبيت المانجا مانجا زي ما هي. برضو اللي هو الابيض حبيته كده. ممكن تزوقيه بقى بالشوكولاته، تعمليه بالكراميل زي ما انت حابه. تحبي تحطي عليه الفرماسيه، اي ذوق عندك متوفر عندك عشان برضو ما تكلفيش نفسك. اهو نفس الشكل. شوفي الكميه عامله قد ايه. تمام يا حبايبي. فده كان شكل الايس كريم بتاعنا. كان عندي شويه اللي هو الحبوبات اللي هي بتاعت الشوكولاته، وعندي الفورماسي برضو كان حبه من ايام رمضان، فحبيت ازوق بيهم كده حاجه بسيطه. وده واحد طبعا بالفراوله، وده بالمانجا. وكانت تشكيله حلوه جدا وعجبت ولادنا. وهوريها لكم حالا وبصبها في الكاسات. كميه كانت حلوه جدا وموفره، واحسن ما تجيبيه من بره كمان. وتفرحي بيه اولادك في البيت. والطعم مش هقول لك على الطعم، لبن حلو والعمال بتاعتك بنظافه احسن من بره. ان شاء رب العالمين تجربوا الطريقه وتقولوا لنا ايه رايكم في الايس كريم بتاع تيتا روكا. تمام يا حبايبي. كده هوريكم بقى بنصبه في كاسات اهو. بالنسبه للزواق بتاعنا كده زوقته خلاص، وخلصت الكميه قدامكم اهي، وكانت كميه حلوه وكبيره. تمام كده يا حبايبي.
كده يا حبايبي بقى هنبدا اخده واحطه في الديب فريزر لمده ساعتين يتجمد. مش هنبيته بقى لبكره كمان، لا هم حبوا ياكلوه على طول، فانا طلعته بعد حوالي ساعتين 3 ساعات. عملته وحطيته في الفريزر، وبعد بقى ما بدا يتماسك ويبقى كويس جدا معايا خرجناه. وبعد كده هوريكم بقى لما ايه هنغرفه حالا قدامكم. وده حبايبي النهارده طلعت جيلاتي من الفريزر، وده الشكل بتاعته اهو. هوريكم دلوقتي اهو. وده الشكل بتاعنا يا حبايبي اهوت بقى بعد ما طلع من الفريزر. وهبدا بقى اصبه لكم في قلب الايه الكاسات او الكوبايات اللي عندك. هتشوفي بقى شكله عامل ايه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، ولا احلى ايس كريم في شركات من بره. اهو بصي شكله عامل ازاي، وملمس كريمي كده وجميل، مش مفهوش حبيبات تلج ولا حاجه. اوريلكم حالا. وزي الفل بالطريقه بتاعتنا اللي احنا عملناها معاكم، وطريقه بسيطه جدا وما خدتش مني وقت خالص والله نهائي. وطلع الطعم رائع، لبن حليب كده بالكريمه، طعمه حلو قوي. ان شاء الله تجربوا طريقه تيتا روكا. وما تنسوناش طبعا من اللايك والاشتراك في القناه زي ما قلت لكم. وطبعا كومنت حلو منكم كده بيفرحنا طبعا وبيدخل السرور على قلبي. فربنا يكرمكم جميعا. بحبكم في الله. بص كده يا حبايبي وانا بطلعه، بص سهل ازاي في العمايل. دليل ان هو ما فيهوش ايه الحبيبات اللي بقى بتلج دي، لان ما حطيناش اي حاجه عليه ميه. كل اللي حطيناه عليه لبن. لو انت بقى حاطه ميه هتبص تلاقي برضو من عيوب الجيلاتي انت او الايس كريم بتحس ان فيه ايه حبيبات تلج. فده طريقه حلوه وطريقه جميله جدا وبسيطه، ومش تاخد منك اي وقت. فان شاء الله تجربوا طريقتنا وتقولوا لنا في تعليقاتكم. تمام يا حبايبي. انا كده بقى بصبه في قلب الكاسات اهوت. وطبعا مش سعفان اللي هي بتاعت اللي هو بتاعت الايس كريم، اللحام بتاع الايس كريم دي. فبقيت ايه يعني اسحب باي شكل عشان اوريه لكم. تمام يا حبايبي كده اهو. وسهل ازاي في مش ايه مش بتحس ان هو ساعات بيبقى تقيل من الايه التلج اللي فيه. لكن ده كان حلو جدا وخفيف وكريمي كده. بص شايفين مع الفراوله بتسحب معاكي ازاي اللي هي معلقه الايس كريم اللي احنا بنطلع بيها. فكان حلوه جدا وطريقه حلوه. ان شاء الله تجربوها وما تنسوناش ايه طبعا زي ما قلت لكم من ايه اللايكات يا حبايبي. بحبكم في الله. اشوفكم على خير. وطبعا فرحونا بكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم بقى مع باقي الفيديو كده وانا بصب الايه الايس كريم في الكاسات، وتشوفوا شكله الجميل النهائي عامل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.